ليه الاهلي الفريق اللي انت ما تتمناش تواجهه؟ لان فريق مليان نجوم، اول نقطه. تاني نقطه، فريق عنده مدرب عالمي، عالمي بكل معنى الكلمه. اول ما جه النادي الاهلي ابتدى ان هو يحط اللمسات الفنيه بتاعته، ونشوف ان النادي الاهلي كل النقاط اللي كانت موجوده عند النادي الاهلي وفيها مشاكل ابتدى مارسيل كولر ان هو يصححها. ابرز المشاكل ان النادي الاهلي ما كانش بيبقى عنده القدره على التسديد، او كانت التسديدات بتاعت النادي الاهلي سيئه بشكل كبير. انا على ما اتذكر ان محدش كان عنده الجرأه على التسديد قبل مارسيل كولر غير عمرو السوليه وقفشه تقريبا. وكانت الكور كلها بتبقى شكلها عشوائي وبره، وكان شكلها زي الزفت بصراحه يعني. تمام. لما جه مارسيل كولر ابتدى ان هو يختار لعيبه معينه يديها الحريه ان هي في اي وقت تشوط، على ابرزهم وعلى راس القائمه امام عاشور. تمام. وتيجي تبص الناحيه التانيه، عمر كمال. عمر كمال اللعيب اللي بيمتاز في الدوري المصري ان هو تسديداته تسديدات كرباجيه انت ما بتشوفهاش غير الكره داخله الجون. تمام. فالنادي الاهلي ابتدى يبقى عنده حل من الحلول اللي لو المباراه معصلجه معاك يبقى موجود، زي مباراه الجونه. الهدف بتاع امام عاشور فتح الجيم على الاخر. تمام. نقطه تانية ونقطه اهم، هي فكره الكور الثابته اللي ما كانش النادي الاهلي بيقدر يستغلها. ويمكن لما احنا كنا بنقول في الفتره اللي فاتت او قبل ما جه مارسيل كولر وموسيماني، كان النادي الاهلي من اكتر الفرق اللي بتجيله ضربات ثابته او كور ثابته والاهلي ما بيقدرش يستغلها. كان فين وفين لما تشوف لاعب من النادي الاهلي بيجيب فاول؟ كان فين وفين لما تشوف لاعب من النادي الاهلي بيقدر يستغل كرة ركنيه وبيسجلها هدف؟ تمام. فمع مارسيل كولر كل الكلام ده اتغير. النقطه الثانيه الاهم، ان النادي الاهلي كان عنده مشكله كبيره جدا في التسجيل في الشوط الاولاني من المباراه. كنت دايما تلاقي ان النادي الاهلي بيبقى عنده دايما مشكله ان هو يسجل بدري. حاليا بقت مشكله النادي الاهلي ان هو بيسجل بدري وبيحسم المباراه بدري، فتلاقي ان اللعيبه في الشوط الثاني بيبقى عندها زي ايه استرخاء كده، خلاص احنا جايبين 3 اجوان الشوط الاولاني. زي الجون اللي دخل امبارح ده، يعني ده جون من بالنسبه لي استهتار، عشان نكون صراحه. زي الاجوان الكتير اللي دخلت في النادي الاهلي الموسم ده، ويعتبر انا شايفها استهتار، استهتار من اللعيبه. يعني انا ما اقدرش الوم حتى مارسيل كولر عليها، لا هو استهتار من اللعيبه. لان هي مش اجوان داخله فيك بسبب مشاكل دفاعيه موجوده او اخطاء من المدير الفني. يمكن خلي بالك المباراه الوحيده اللي انا شفتها كانت مليانه عك من مارسيل كولر هي مباراه البنك الاهلي. وتقريبا مش فاكر اي مباراه تانية، ويمكن برضو انتوا تفكروني لو فاكرين مباراه تانية يبقى فيها عك في التشكيل. هي كانت المباراه دي بس بسبب ايه؟ التغييرات الكتيره اللي عملها مارسيل كولر وقتها. فكانت فيها مشاكل كتيره جدا دفاعيه عند النادي الاهلي، واستغلها البنك الاهلي بشكل كبير، حتى كان مصطفى شوبير مش في حالته. تمام. النقطه الثالثه والاهم بعد التسديد وبعد الكور الثابته، هي فكره الثقه اللي بيديها مارسيل كولر للعيب. تمام. كانت مشكلتنا مع موسيماني، وعايز افكر برضو جماهير النادي الاهلي بالواقعه الشهيره اللي ما بين موسيماني وحسام حسن لاعب سموحه حاليا. ان هو ما كانش بيدي اللعيبه فرصه في الملعب. يعني موسيماني كان واخد مثلا 15 او 16 لعيب معاه مكملين معاه في الفتره اللي لعبها مع النادي الاهلي كلها، من ساعه نهائي القرن والبطوله اللي بعدها قصاد كايزر تشيف. احنا ما شفناش تغييرات على مستوى عالي يعني، او شفناش تغييرات جذريه في التشكيل، لا ما كانش فيه الكلام ده. فده كان عامل ازمه لموسيماني في نقطه، ان لو كان لعيب اتصاب فكان اللعيب اللي بينزل بعديه تحس ان هو غايب بقاله سنين عن الملعب. فكانت دي مشكله بتقابل النادي الاهلي في فتره موسيماني، وما بقتش موجوده في ايام مارسيل كولر. انا عارف ان طبعا في لعيبه ما بتلعبش مع مارسيل كولر، وهيجي في دماغ اي اهلاوي بيتفرج دلوقتي او اي واحد بيتفرج كريستو. كريستو اللي انا شايف ان من وجهه نظري ان كريستو يطلع اعاره زيه زي القندوسي. القندوسي اللي النادي الاهلي دلوقتي عايزه باي شكل، ومارسيل كولر عايز القندوسي باي شكل. تمام. ليه؟ لان الراجل لعب وظهر واترمى في الملعب بلغه الكوره، قال له طلع كل حاجه عندك. مساهمات النهارده القندوسي تقريبا 10 اهداف و6 اسيستات، او 6 اهداف و10 اسيستات، يعني 16 مساهمه تهديفيه في 19 مباراه و20 مباراه مع سيراميكا كليوباترا. فمستوى عالي جدا بيقدمه القندوسي. فانا شايف ان كريستو لعيب موهوب، واحنا جايبينه من تونس، هو موهبه فازه بيتكلموا عليها في تونس، وفي كل البرامج الرياضيه في تونس كانوا بيتكلموا عليه. فانا شايف ان هو نطلعه اعاره احسن، ده الحل المناسب لكريستو. تمام. وفي لعيبه طبعا يعني احنا شفناها وحكمنا عليها، فما ينفعش احنا نديها فرصه تانية. زي امثال طاهر مثلا. طاهر مش اللعيب اللي انت تقدر تعتمد عليه الفتره اللي جايه بنسبه كبيره جدا. تمام. نيجي نتكلم عن المباراه وعن الفنيات، فهي كانت مباراه
سهله جدا للنادي الاهلي، واللي صعبها على نفسه طارق العشري. طارق العشري اللي بدا المباراه غلط، او يمكن عشان برضه ما اظلمش طارق العشري، اللعيبه اللي كانت مع طارق العشري ما خدمتوش في الفكره اللي هو كان عايز يعملها، فكره الضغط العالي كان عايز ينفذه على النادي الاهلي. تمام، بالاربعه اللي قدام ما قدروش ان هم ينفذوا الضغط العالي المطلوب منهم، او الهاي بريسنج على مدافعين النادي الاهلي ان هم يغلطوهم وما يوصلوش الكره لنص الملعب، لان طارق العشري كان عنده اقتناع تام ان لو الكره وصلت لنص ملعب النادي الاهلي فالنادي الاهلي خلاص عمل في الاتحاد اللي هو عايزه. وده يمكن احنا شفناه في اي مباراه، لو النادي الاهلي سيطر على نص الملعب الاهلي بيعمل اللي هو عايزه في المباراه. يعني خلينا نكون متفقين على النقطه دي. ويمكن احد اسباب ويمكن احد اسباب خساره النادي الاهلي في بعض المباريات ان النادي الاهلي يبقى فاقد السيطره في نص الملعب. تمام. نيجي للجزئيه الثانيه وهي الشوط الثاني وايه اللي حصل في الشوط الثاني. انا احترمت طارق العشري لما عمل اربع تبديلات في الدقيقه 46. اربع تبديلات خلته قدر ان هو يجاري النادي الاهلي في الجيم. ليه؟ لان هو قدر ان هو يضغط على الباكات بتاعه النادي الاهلي، وفي نفس الوقت نص ملعب الاتحاد يعني ضغط على الاثنين باكات بتوع النادي الاهلي بالاثنين الوينجات اللي نزلهم. تمام. ومابولولو كان موجود ضاغط على محمد عبد المنعم ورامي ربيعه بيحاول يغلطهم باي شكل، وفي نفس الوقت نص الملعب مأمن ظهر المدافعين الموجودين، وفي نفس الوقت لو الكوره ارتدت نص الملعب بيلحقها او بيغطي بمعنى صح او بيلم الكور اللي بتقع من نص الملعب. فهنا الفكره ان هو ابتدى يعمل تنظيم بين لعيبه الاتحاد وتقارب في الخطوط، وده المشكله اللي كانت مقابله الاتحاد في الشوط الاولاني. لعيبه الاتحاد كانوا لازقين في بعض قوي. يعني انا شفت ان لو جيت بصيت على لقطه الهدف هتلاقي ان لعيبه الاتحاد لازقين في بعض وكلهم تمركزاتهم غلط، في اتنين لازقين جنب بعض حرفيا وسايبين امام عاشور اصلا كان في المساحه براحته، لو الكره اتلعبت في ظهرهم كان امام عاشور هيروح على المهدي سليمان الفرات. المهدي سليمان اللي من حلاوه الاهداف اللي دخلت فيه هو زمان روح اتفرج عليها. المهدي سليمان لا يسأل على الثلاث اهداف. يعني انا شايف ان المهدي سليمان لا يسأل، يعني مع احترامي للمهدي سليمان وتاريخه، لكن انت لو جيت بصيت على الثلاث او اربع اهداف اللي دخلوا فيه بمفهوم ضربه الجزاء بتاع الكهرباء كمان اللي يمكن كان يقدر يعمل فيها تراي شويه، ولكن انا بكلمك على الثلاث اهداف اللي في الشوط الاولاني. الثلاث اهداف اللي في الشوط الاولاني كانوا صعبين جدا على المهدي سليمان وعلى اي حارس. لو جينا بصينا على ضربه الجزاء، ضربه جزاء زي ما بيقول الكتاب، يعني اللي هو وسام ابو علي قال له لو نوير واقف في الجون مش هتجيبها. تمام. تيجي بص على الهدف الثاني، هدف رضا سليم، هنا في صياعه، ليه؟ انت لو جيت بصيت هتلاقي ان مهدي سليمان خد خطوه شمال، فهنا غير رضا سليم القرار وهو شاطها في اليمين. فالخطوه اللي خدها المهدي سليمان ما تقدرش تخليه يرجع تاني ويترمي ناحيه اليمين. هنا الصياعه طبعا من رضا سليم للصبح، يعني هنا الدماغ الشغاله فعلا ما بتنامش زي ما بيقولوا. ان هنا دماغ رضا سليم كانت صحيه جدا جدا ومركز مع المهدي سليمان عشان يحطها له في الزاويه اللي هو اساسا عكس اتجاهه، فما يقدرش ان هو يعمل لها حاجه. كرة عمر كمال كرة مباغتة بشكل مش طبيعي، مش طبيعي. انت لو حارس واقف مكان المهدي سليمان تتوقع ان عمر كمال يشوط من الحتة دي؟ مستحيل تكون متوقع كده. فتلات اهداف ما يسألش عليهم المهدي سليمان بشكل كبير. ويمكن اقول لك ان لو نادي الاهلي لعب بالاسلوب ده او زي ما لعب الشوط الاولاني قدام الترجي في النهائي، النادي الاهلي هيحسم البطاقة هيحسم البطولة من مباراة الذهاب بلا مبالغة. سيبك من الاجواء الجماهيرية وسيبك ان انت هتلعب بره ارضك. الترجي بيلعب بنفس الطريقه اللي حاول يلعب بيها الاتحاد في الشوط الاولاني، هي 4-1 4-1. تمام. طبعا مع اختلاف الاسماء ان الترجي عنده اسماء عاليه، ومع اختلاف الاسماء ان الترجي عنده حارس بالمقاش ده بتاع الترجي حارس عالي. تمام. ولكن بكلمك في الاسلوب اللي النادي الاهلي اتبعه في الشوط الاولاني. فهي دي النقطه اللي بتكلم فيها. مباراه عاليه جدا من النادي الاهلي، ومستنيين كمان البروفه الاخيره، بروفه بلديه المحله. وانا اتمنى ان في مباراه بلديه المحله الاهلي يشارك باقي اللعيبه اللي ما بتشاركش عشان النادي الاهلي يخش النهائي وكل اللعيبه بتاعته جاهزه على مستوى عالي. هنا إيه المشكله اللي بتقابل اي فرقه بتقابل النادي الاهلي؟ هي مشكله بسيطه، ان انا واحد مدرب تمام هقابل النادي الاهلي، هيبقى قدامي حل من الاثنين. اقعد افكر قبل المباراه، هل انا اضغط ضغط عالي على النادي الاهلي واحاول امنع بناء الهجمه من ناحيه محمد عبد المنعم ورامي ربيعه اللي هم يعتبروا المحركين الاساسيين للنادي الاهلي، والنادي الاهلي بيعتمد بشكل كبير جدا عليهم في بناء الهجمه، وامنع ان الكره توصل لنص الملعب عند امام عاشور فيضطر امام عاشور ينزل لنص الملعب يستلم الكره، فانا ابقى انا كده قفلت خطوره امام عاشور. ده تفكير. تمام. طب نيجي للناحيه الثانيه والتفكير الثاني اللي بيجي في دماغ المدربين برضو، انا اركن الاتوبيس قدام النادي الاهلي ادافع بكل اللعيبه. تمام. وفي نفس الوقت النادي الاهلي يبقى عنده عجز في الحلول، والاهلي هيضطر ان هو يضغط بالباكات بتاعته اللي هم محمد هاني وعلي معلول او عمر كمال. تمام. فالنادي الاهلي يضطر ان هو يضغط ضغط عالي على كل اللعيبه بتاعته، فانا اضطر ان انا ساعتها ارجع بكل لعيبتي والعب على الهجمه المرتده واغلط النادي الاهلي. ده برضو تفكير. تمام. ولكن للاسف يعني
ده تفكير سيء للمدربين. ليه؟ لان انا لو جيت بصيت يعني حاجه بسيطه جدا، اي مدرب عايز يقابل النادي الاهلي ويكسب او يحقق نتيجه ايجابيه يعمل حاجه بسيطه: تنظيم ما بين الخطوط وتقارب بين الخطوط، تعرف تكسب النادي الاهلي. لكن اللي احنا بنشوفه ده تهريج بمعنى ان تحس ان اللاعيبه عندنا في مصر ما عندهاش اساسيات كوره، والله بجد، او المدربين ما تفهمش. امبارح انا احترمت طارق العشري ان هو في الدقيقه 46 عمل 4 تبديلات، والاربع تبديلات كلهم هتلاقيهم في الايه، في الحته اللي قدام. خرج بقى محمد عبد الغني، او عبد الغني محمد تقريبا، ونزل احمد عادل ميسي، ونزل بواتينج، ونزل لعيبه هجوميه على مستوى عالي. انا جيت بصيت، هو احمد عادل ميسي نزل ليه؟ لا، احمد عادل ميسي لعيب مهاري ولاعيب سريع. طب انت ليه ما بداتش بيه من الاول؟ هقول لك انا ليه ما بداش بيه من الاول. هنا الفكره اللي كان عايز يعملها طارق العشري ان هو يضغط على النادي الاهلي بالاربعه اللي لعبهم قدام. تمام، اللي هوريهم لك دلوقتي في الفيديو. الاربعه اللي لعبوا قدام عند الاتحاد امبارح، هو كان عايز يضغط على خط النص الدفاع بتاع النادي الاهلي. تمام، اللي هو منهم مين؟ محمد عبد المنعم ورامي ربيعه. يضغط ضغط عالي عليهم فيغلط رامي ربيعه ويغلط محمد عبد المنعم. لان اي مدرب دلوقتي خلي بالك داخل مباراه للنادي الاهلي بيبقى عارف ومتاكد مليون في الميه ان محمد عبد المنعم بيطول الكره في رجله، وممكن لو مهاجم تقيل يغلطه. تمام. فلو جيت بصيت هتلاقي ان اللعيبه اساسا بتاعه الاتحاد الرباعي الامامي ده، اركن مابولولو على جنب، الرباعي الامامي ده ما قامش باي حاجه من الدور المطلوب منه، بل بالعكس كانوا بيرجعوا بينكمشوا مع لعيبه الاتحاد ورا. فالنادي الاهلي كان عامل في الاتحاد اللي هو عايزه. معنى صح كده، النادي الاهلي موقف ال 11 لاعب بتوع الاتحاد وبيعمل فيهم اللي هو عايزه. هي دي المشكله اللي قبل طارق العشري امبارح.